الجملة المركبة أو compound sentence هي اللي فيها فكرتين تامتين two complete ideas. يعني إيه فكرتين تامتين؟ يعني الاتنين متعلقين ببعض، وعادة الجملتين دول بيبقوا مربوطين ببعض بحاجة اسمها conjunctions أو الروابط زي and or so for و but. تعال نوضح ده من خلال المثال الجاي. Sandra is eating the cake. ساندرا بتاكل الكيكة. Mary is cooking. ماري بتطبخ. الجملتين دول كل واحدة فيهم هي complete idea أو فكرة تامة مع نفسها. ممكن بقى نربطهم علشان يعملوا مع بعض compound sentence أو جملة مركبة. إزاي؟ نقول Sandra is eating the cake and Mary is cooking. شفت؟ ربطنا الجملتين بand. طب ناخد مثال تاني. Adam didn't clean his room. آدم ما نظفش أوضته. His parents punished him. أهله عاقبوه. طب نربط الجملتين دول بإيه؟ تعالى نربطهم مثلا بso. so بتدل على الريزلت أو النتيجة. فبعد الربط الجملة هتبقى إيه؟ Adam didn't clean his room so his parents punished him. يعني في المثال اللي احنا قلناه ده نتيجة إن آدم ما نظفش أوضته أهله عاقبوه. افتكر دايما أهمية ربط الجملتين بطريقة صحيحة بحيث إن لما جملة تنتهي التانية تبتدي. تعال نشوف إزاي تاني. Nicole has won the best singer. نيكول فازت بجائزة أفضل مغنية. The critics didn't like that. النقاد ما عجبهمش ده. Nicole has won the best singer but the critics didn't like that. لاحظ هنا أن الرابط اللي هو but بيدل على الكونتراست أو التناقض. وفي حاجة مهمة لازم نحطها في اعتبارنا، إن الكلمة الرابطة دي أو linking word بتوضح لنا العلاقة ما بين الجملتين. فالرابط and مثلا بيدل على إن الجملة التانية فيها نفس فكرة الجملة الأولى. يعني لو قلنا Donald is clever. دونالد ذكي. He takes full marks. وبياخد الدرجة النهائية. هنلاقي هنا إن الجملة التانية فيها نفس الفكرة الموجودة في الجملة الأولانية، عشان كده ممكن نربط الاتنين بand. Donald is clever and he takes full marks. طب تعالى بقى ناخد مثال تاني بيدل على الكونتراست أو التناقض. I want to go to the club. I feel tired. هنلاقي إن الجملة الأولانية I want to go to the club بتدل على إن أنا عايز أروح النادي. لكن الجملة التانية I feel tired بتوضح إن أنا تعبان. I want to go to the club but I feel tired. طيب ناخد بقى مثال على result أو النتيجة. Peter is sick. He took the medicine. هنا هنلاقي إن الجملة الأولى بتدل على مرض بيتر، وإن الجملة التانية بتقول إن هو خد الدواء. خد الدواء ليه؟ علشان هو كان مريض، كان في سبب في الجملة الأولانية. وزي ما احنا شايفين استخدمنا المرة دي رابط بيدل على الريزلت اللي هو so. Peter was sick so he took the medicine. ويدلنا بقى المثال الجاي ازاي نستخدم أو or لتحديد الاختيار. You can sell the car. ممكن تبيع العربية. You can sell the computer. ممكن تبيع الكمبيوتر. هنا هنلاقي إن الاختيار ما بين حاجتين، عشان كده الرابط اللي هنستخدمه or. You can sell the car or sell the computer. وزي ما احنا شايفين حذفنا الفاعل والفعل في الجملة التانية علشان اتكرر اللي هو you can.